مساء الخير، نشرة الأخبار المفصلة من سواء أكاديمي، نبدأها بالعناوين. غرب خان يونس في منطقة المواصي. مئات القتلى والجرحى بغارات استهدفت المواصي في خان يونس. إسرائيل تتحدث عن استهداف محمد الضيف ومصادر ترجح مقتله وحماس لا تؤكد. تحركات روسية في الأراضي الصينية رداً على نشر صواريخ أمريكية في ألمانيا. ديمقراطيون بارزون يقاطعون تجمع بايدن الانتخابي في ميشيغان، والجمهوريون يستعدون لإعلان ترشيح ترامب رسمياً. ارتفعت حصيلة الغارة الإسرائيلية على المواصي إلى 71 قتيلاً على الأقل وفق وزارة الصحة الفلسطينية. وأضافت الوزارة في بيان أن عدد المصابين بلغ 289 مصاباً. حركة حماس بدورها تحدثت عن مقتل أكثر من 100 شخص جراء الهجوم، ليرتفع بذلك عدد القتلى منذ 7 أكتوبر إلى أكثر من 40,000 ونحو 80,000 جريح وفقاً لوزارة الصحة الفلسطينية. غرب خان يونس في منطقة المواصي. أكد الكرملين أن نشر صواريخ أمريكية بعيدة المدى في ألمانيا قد يجعل من عواصم أوروبية أهدافاً لروسيا. وأشار الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إلى أن روسيا تمتلك قدرات كافية للرد على نشر الصواريخ الأمريكية في أوروبا. كما كشف بيسكوف أن بلاده حددت النقاط الأوروبية كأهداف محتملة لصواريخها، معتبراً أن الولايات المتحدة تورط أوروبا التي باتت الآن في مرمى الصواريخ. هذا كان كل شيء لليلة، شكراً للمتابعة. كانت معكم ولاء حيدر.